الدنمارك بلد صغيرة في شمال أوروبا، لكن كبيرة في حاجات كتير. عدد سكانها 5 مليون و800 ألف بس، أقل من محافظة القاهرة. لكن دخل الفرد فيها أعلى دخل في العالم، 60 ألف دولار سنويا. الدنماركيين بيقولوا إنهم أشطر الناس في العالم، عشان عندهم إحصائية أقل نسبة فساد وأعلى نسبة سعادة، وهم ليهم الفضل في اختراع اللوجو والواي فاي. الفايكنجز دول كانوا قراصنة أوروبا من سنة 1100 ميلادي، وبيعتبروا أجداد الدنماركيين اللي كانوا بيغزوا البلدان بالمراكب الخشبية ويخشوا بيوت الناس بالقرون اللي كانت على الخوذة. أشهر زعيم ليهم هو كان جيرينارد لوبيرسكو، اللي اتقتل بلقائه في حفرة التعابين، والدنماركيين لسه بيفتخروا بيه لحد النهاردة. كوبنهاجن عاصمة الدنمارك وفيها 650 ألف دراجة مقابل 150 ألف عربية. عندهم طريق خاص للدراجات طوله 400 كيلومتر، و50% من الشعب بيركبوا الدراجات للشغل حتى لو الجو تحت الصفر. أشهر معلمهم هو تمثال الحرية الصغير اللي اتسلق راسه 3 مرات. أرهوس فيها متحف أرهوس الحديث اللي جزء منه تحت الأرض، ولو دخلت هتحس إنك في عالم خيال علمي. المدينة دي فيها جامعة أقدم من أمريكا، اتأسست سنة 1928، وبيزوروها مليون سائح سنويا عشان يشوفوا البيوت الملونة اللي على المينا. الدنمارك مش بس حياة وتفاهة ولعب أطفال، لا، هي أكبر مصدر لطاقة الأرياح في العالم، 50% من كهربائتها من الأرياح. وعندها شركات كبيرة بتتصنف كأكبر شركات التوربينات في العالم لسنة 2023، واخترعوا روبوت بيقدر يشيل الحشيش من الزراعة من غير ما يضر النبات. الأكل الدنماركي مشهور بالسمك، خصوصا السلمون المدخن واللحوم الحمراء. الإحصائيات بتقول إن الدنماركيين بياكلوا 18 كيلو سمك سنويا للفرد الواحد، وبيصرف 200 يورو شهريا على القهوة. ناس متدلعة والله. التعليم في الدنمارك مجاني من الابتدائي للدكتوراه، والدولة بتصرف 8% من دخلها القومي عليهم. 99% من الدنماركيين بيعرفوا يقروا ويكتبوا، وفي إحصائية بتقول إن 70% من الطلاب بيختاروا دراسة الهندسة والطب عشان يشتروا دراجات والسرعة والكلام اللي قلت لك عليه ده. الدنمارك برضه مش كلها ألوان زي ما قلت لك كده. 40% من الدنماركيين عزب، و25% منهم بيقولوا إن هم مش عايزين يخلفوا عشان المناخ يعني. الضريبة هناك بتوصل ل55% من الدخل، والجو بارد جدا، درجة الحرارة في الشتاء بتوصل ل10 ميل. لكن برضه بيقولوا إن هم أسعد ناس في العالم. آخر إحصائية بتقول إن 10 مليون سائح بيزوروا الدنمارك سنويا، وأشهر الأماكن هناك هو قصر كريستيان سبارك وحديقة تيفولي، اللي أقدم ملاهي في العالم وافتتحت سنة 1843. وكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو عجبك الفيديو ما تنساش تقول رأيك. شكرا لكم.